زمان لما كنا بنسمع عن أندية هبطت أو أندية مكملة في الدوري ما كناش بنشغل بالنا. يعني عندك في موسم من المواسم وادي دجلة كانت هبطت، بس قبل ما تهبط كانت بتقدم كورة. يمكن احنا كمشجعين كرة قدم كنا بنحب ان احنا نتفرج عليها. كانت بتقدم كرة أوروبية في عز ما انت كنت بتبدأ من تحت. حتى الجون اللي بتلعب بيه ما فيش تشليت. بيبدأ زيه زي اللعيبة من تحت، يقدر يطلع بالهجمة براحته خالص. يمكن وادي دجله جت في موسم من المواسم كانت بتلعب الكره دي كويسه جدا. يمكن اغلبيه مشجعين كره القدم يمكن زعلوا على ان وادي دجله هبطت. يعني في السنه دي بالتحديد يمكن كان مقدمه كوره يمكن من احسن الفرق اللي في الدوري المصري، عكس ما بنشوف ده في انديه تانية. ايه هي الانديه التانية دي؟ هقول لك دلوقتي، بس قبل ما نبدا حلقتنا مع بعض ما ننساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويثبت اقدامهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحهم يا رب العالمين. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي بنقدر نقدمها لاخواتنا في فلسطين. بتمنى من كل الناس اللي بتشوف الفيديو وبتشوف الحلقه ما تنساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين حتى لو في كومنت. بتمنى من كل الناس تشترك في القناه. يلا بينا نبدا حلقتنا مع بعض. ايه هي الانديه اللي بعينها بقى اللي كل جماهير المصريه بتتمنى هبوطها؟ بنشوف الحاجات دي. مش هقول لك مثلا الاسماعيلي ولا اقول لك مثلا بيراميدز. يمكن بيراميدز برغم اللي بيعمله مع النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي او الاداره، الى حد ما احنا مبسوطين بوجوده في الدوري، ان هو مخلي الدوري ليه طعم شويه. الانديه بقى اللي احنا يعني بنتمنى هبوطها من قبل ما الدوري يبدا اصلا، يعني انديه زي الداخليه، زي طلائع الجيش، حرس الحدود. الانديه دي يمكن معظم مشجعين كره القدم يعني بيتمنوا هبوطهم من بدايه الدوري اصلا. النهارده نادي الداخليه هبط رسميا للدرجه الثانيه. يمكن نادي الزمالك قدر يفوز على الداخليه 2-1 في مباراه يعني ما كانتش فيها اي حاجه حلوه. يعني مباراه سيئه جدا من الفرقتين. يمكن حتى الجونين اللي جابهم الزمالك من اخطاء دفاعيه. الجون الاول طبعا من على طريق يوسف اوباما، اللي انا شايف ان يوسف اوباما بقى وجوده في الفتره الاخيره دي مهم جدا، عكس الانتقادات اللي كانت بتجيله من جماهير النادي الزمالك. ويمكن بالاخص كابتن اسلام عامر، يمكن ده يعز عليا شخصيا، كان بينتقد طبعا يوسف اوباما كتير. الى الوقت دي او الفتره دي وجوده بقى مهم في ظل غياب ان انت ما بقاش عندك مهاجم زي سيف الدين الجزيري بلياقته البدنيه اللي كان معروف بيها، او مثلا بحته ان هو بيلعب بشكل مستمر. فوجود يوسف اوباما في الفتره دي الى حد ما هيفيد نادي الزمالك كتير. يمكن الجون الاول طبعا قلنا من خطا من حارس المرمى طبعا. قدر ان طبعا يوسف اوباما يسجل منها الجون الاول. طبعا نفس القصه الهدف الثاني من خطا دفاعي، قدر برضو ان يوسف اوباما يستغل الخطا ويسجل الجون. يمكن نادي الداخليه الجون الوحيد اللي جابه من على طريق ضربه جزاء. فبالتالي هي المباراه ما كانتش فيها حاجه ممتعه، ما فيهاش حاجه تشدك انت كمشاهد. يمكن الحاجه الوحيده ان احنا خلاص الداخليه رسميا هبطت، طلعت من الممتاز. يمكن دي اهم مجريات المباراه. الحاجة التانية اللي هنتكلم فيها طبعا يمكن بكرة ان شاء الله مباراة النادي الاهلي وبيراميدز. يمكن كان عندي تعليق شوية، يمكن الوقت فات في حتة التعليق على التذاكر والجماهير والكلام ده. بس ليه انت كنادي بحجم بيراميدز، بحجم السكواد، بحجم المصاريف اللي انت قاعد تصرفها على النادي، بتعمل كده في المنافس بتاعك؟ المنافس اللي انت اصلا يعني انت متقدم عليه في الدوري. يعني انت كده ما بتوصلش اللعيبه غير ان انت بتوتر اللعيبه دي. بتوصل للعيبه دي ان وجود الجماهير في المدرجات ده خطر كبير عليكم. فانت بالتالي بتوصل لهم معلومه ان هم حتى لو خسروا ما كده كده الجماهير موجوده. الجماهير دي اللي الاداره ذات نفسها علت عليها التذاكر، اللي طبعا تحيه كبيره طبعا لاداره النادي الاهلي في ظل ان التذاكر بالسعر ده تقدر ان هي تشيلها للجماهير كلها. فدي حاجه كويسه، حاجه طبعا يشكر عليها جماهير اداره النادي الاهلي. طبعا يمكن في تطور دايما ونجاح دايما في حته ان هو بيعرف يدير المنظومه، بيعرف يطلع قراراته امتى. مش شرط كابتن محمود الخطيب عشان ما نقعدش نجود والناس تقول لك مثلا انت منحاز لكابتن محمود الخطيب. طبعا الاسطوره الكبيره طبعا يمكن من اهم الاساطير اللي موجوده في كره القدم. الى حد ما ان يعني انت بص على مدار رئاسه النادي الاهلي عبر السنوات، انت بتبص لحته قرارات مدروسه، وبيعرف امتى ياخد القرار وامتى ينفذ القرار.
يعني ما بنشوفش هرجله في حته ان انا ممكن اخد قرار النهارده واقول ان انا مثلا مش هلعب الدوري، اجي مثلا اخسر 3 بونت وارجع العب الدوري تاني. مفيش كده في النادي الاهلي. النادي الاهلي طلع قرار بياخد اللي هو عايزه. الناس هتقول لك انت الاتحاد بيخدمك والفيفا بتخدمك وكل ده. الناس دي بتخدمني كده علشان الاهلي قوي، يعتبر مصدر السعاده ومصدر اي حاجه حلوه في مصر هو النادي الاهلي. انت بص على المشرف الوحيد للكره المصريه في مصر هو النادي الاهلي. يمكن دي حاجه مفيش عليها اختلاف، من زملكاوي او اهلاوي او اسماعيلاوي او مصراوي. طبعا يمكن النادي الاهلي بيقدم يعني عظمه بالنسبه للفرق المصريه في البطولات القاريه. النادي الاهلي لوحده اللي عنده 12 دوري ابطال افريقيا. يعني تبص الانديه اللي حواليه كلها، اخر نادي طبعا الزمالك، طبعا كل الاحترام والتقدير ليه، ومازيمبي الكونغولي، يمكن دول اقرب الانديه اللي قريبه من النادي الاهلي ب5 القاب. فبالتالي انت بتتكلم عن النادي الاهلي، لا لازم يكون الناس دي مش ان هي تخدمه، لا، ان هي هو بيتعامل باللوائح والقوانين. اللي انا عايزه هاخده، وانت ما هتقدرش ما تديروش اللي هو عايزه، لان هو بيعاملك باللائحه اللي انت بتحطها بدايه الموسم، والمفروض ان انت بتنهي عليها الموسم. فبالتالي نرجع بقى لبيراميدز. انت هنا بتوصل ايه؟ بتوصل ايه للعيبه؟ بتوصل اللعيبه ان هي تبقى خايفه من الجماهير، رغم السكواد اللي عندك، رغم ان انت يعني 14 فوز على التوالي. يمكن قابلت فرق كتيره وفرق كبيره ويمكن قدرت ان انت تفوز عليها. انت ما بتعملش حاجه في القرار اللي انت خدته ده كاداره نادي بيراميدز غير ان انت بتوتر اللعيبه دي، بتعرفهم ان وجود الجمهور في حد ذاته لا ده في شيء مقلق بالنسبه لكم او خطر عليكم. طب خلاص كده بنشوف يعني يمكن الجماهير يمكن تاني ساعه او تالت ساعه التذاكر اتطرحت فيها خلصت. انت شايف ايه بقى؟ شايف ان الجماهير كده كده هتبقى موجوده واللعيبه بتاعتك كده كده هتبقى في الملعب. يعني انت ما بتعملش حاجه غير ان انت بتبوظ اعصاب اللعيبه دي. فبالتالي نتمنى طبعا ان احنا نشوف مباراه كبيره جدا بين الفرقتين بكره. نشوف الفكر بتاع مارسيل كولر ما يكونش هو الفكر بتاع الماتش اللي فات. يمكن شفنا في بدايه الشوط الاولاني كان مجود شويه في حته التشكيل، او كان مألف شويه في حته التشكيل، عشان الناس ما تقولكش مثلا انت بتجود في الكلام ولا حاجه. لا، يمكن كان مألف شويه في حته التشكيل. بنتمنى ان يعني التشكيل المتوقع بالنسبه لي لو انا مارسيل كولر وهلعب بكره بالتشكيل، لا انا هبدا بحراسه المرمى واتمنى ان ده يحصل. محمد الشناوي حارس كبير ويمكن من اعظم الحراس اللي مرت في تاريخ الكره المصريه، بس واجب بقى ان انت تدي لمصطفى شوبير ده شويه. مصطفى شوبير في عز ما هو متالق، اديله بقى اكسب ان انت تقدر تحافظ عليه في حته تالقه دي. طبعا اتمنى ان هو يبدا بمصطفى شوبير، رباعي خط الظهر محمد هاني، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، واتمنى ان هو يبدا بكريم فؤاد. يمكن كريم فؤاد الفتره اللي فاتت يمكن مقدم عظمه في حته الباك الشمال دي. يعني انا مسمي الجبهه بتاع الباك الشمال دلوقتي في النادي الاهلي يعني على طريقه كريم فؤاد. بنشوف طبعا اي باك شمال بيطلع ويرفع يعمل اوفرات الشغل، لا بشوف اغلبيه الوقت كريم فؤاد بيقدر يقطم لجوه ويجي يشوط. فبالتالي يعني بيشتت المدافعين، غير ان هو يعني بيبقى مصدر خطوره للفرق المنافسه. فبالتالي ان شاء الله يبقى متواجد برضو مين؟ كريم فؤاد. خط النص يمكن في غياب بنسبه كبيره طبعا لمروان عطيه اللي كانت حنته امبارح، ربنا يا رب يتمم له على خير. يمكن خط النص ده اللي هيبقى فيه الجدل الكتير او الكبير. بتمنى ان هو طبعا يلعب بديانج، يلعب جنبيه امام وقفشه. حته ان انت تقدر تلعب بديانج رقم 6 وتلعب بامام 8 وقفشه رقم 10، يبقى انت قدرت تستغل حته ان انت تبدا بامام وقفشه مع بعضيهم. الاطراف يمكن بنشوف مارسيل كولر في اخر فتره كده حته الاطراف دي فيها تغييرات كتير. بتمنى ان هو يثبت في الحته دي بشكل قوي. تقدر ان انت تلعب بحسين الشحات يمين او ببيرسي تاو مثلا على ناحيه اليمين، وتلعب بحسين الشحات في الشمال. يبقى انت كده قدرت ان انت ايه تظبط الحتتين دول. طبعا يمكن المهاجم مفيش خلاف عليه هو وسام ابو علي. وسام ابو علي اللي بيقدم روعه مع النادي الاهلي. وسام يمكن الفترة اللي جاية هيبقى من أهم المهاجمين اللي موجودين في الدوري المصري وفي أفريقيا بشكل كبير يعني. بتمنى يكون هو ده التشكيل اللي يبدأ بيه مارسيل كولر. بنتمنى إن احنا ما نشوفش تأليف كتير، بنتمنى إن احنا نشوف مباراة ممتعة وتخلص بروح رياضية. مش عايزين شغف ما بين اللاعبين، عايزين كل حاجة حلوة في المباراة تبقى موجودة. أهم حاجة الإثارة والمتعة بالنسبة لنا احنا كمشاهدين.
وبكده تكون انتهت حلقتنا، وما ننساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، وما ننساش الاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.